السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث اليوم عن الخلاف بين الفنانة هند رستم والفنانة تحية كاريوكا الذي وصل إلى حد السباب والشتائم المتبادل بينهما. فقد دخلت هند رستم وتحية كاريوكا في عداء شديد بسبب عبد المنعم الخادم زوج تحية كاريوكا بعد انتشار شائعة عن علاقة جمعته مع نجمة الإجراء آنذاك هند رستم، وتطور الخلاف بين الفنانتين إلى حد تبادل الشتائم البذيئة والقاسية. وظلت تحية كاريوكا تكره هند ولا تحتمل رؤيتها أو العمل معها، بل أصبحت تشترط قبل موافقتها على أي فيلم ألا يكون لهند رستم أي دور فيه. وقد اشترطت للمشاركة في فيلم الفتوة عام 1957 أن يتم استبعاد هند من الفيلم، وقالت للمخرج صلاح أبو سيف يانا يا هي، واضطر المخرج للرضوخ لأوامرها وأسند دور هند رستم إلى الفنانة ميمي شكيب. ولذلك وقفت هند من تحية موقف التحدي واختطفت منها دورين في فيلمين كانت تحية مرشحة لهما من قبل، وهما دور البطولة في فيلم توحة أمام محسن سرحان، ودور عنان في فيلم الخروج من الجنة مع فريد الأطرش عام 1967. وما زاد الموقف سوءا هو حديث تحية في الصحف عن هند رستم، خاصة عندما كانت تصور فيلما مع فريد الأطرش وعلمت أنه يجهز فيلما آخر مع هند رستم، فأثار الأمر غيظها وصرحت في إحدى الصحف قائلة هو فريد كده ما بيحبش العمل إلا مع الخدامات. فغضب فريد من تصريحها وطلب منها الاعتذار، لكنها رفضت، وأصبح الوسط الفني بأكمله يعرف أن تحية أطلقت لقب الخادمة على هند رستم في إشارة إلى اللاتي يسرقن الأزواج من زوجاتهم. وقد تعمدت هند رستم للرد عليها في فيلم توحة بأن تذكر فيلم سمارة بطولة تحية كاريوكا لكي تسخر منها وتكيل لها السباب والشتائم، وهذا المشهد ليس من سياق الفيلم، ولكن هند رستم أصرت بوضعه في الفيلم لكي يرى الجمهور سخرية هند من تحية كلما شاهد الفيلم. الفيلم اللي في السيما ده اسمه ايه يا علول؟ سمارة كانت هنيلة.